عسلامة، مرحبا بكم في ريسيت جديدة. اليوم باش نعملو كسكسي بالبسباس ولا فما عباد يسميوه فرفوشة. دونك اقعدوا معايا باش نوريكم لي زيتاب الكل. اول حاجه نعملوها باش ناخدو البسباس نتاعنا ننظفوه ونقصوه. هذوما الخشين نطيشوهم نقصو جوست الجويدين ونحط نفور البسباس نتاعي. دونك حطيته فوق الماء المقفول والكسكاس ونخليه يفور في عقله. دونك هوني اول حاجه باش نعملها، خديت زيت الزيتونه، نحطو شويه زيت ونقليو فيهم زوز قرينات فلفل، وكان عندكم هكا الفلفل الشايح هذاك يبنن القدا. اون فوا الفلفل نتاعي تقلى نخرجو. وفي نفس الزيت هذاك قصيت بصله مفرومه شويده ونخليها تتقلى حتى يكشلين تذبل شويه. هوني تاخذوا زوز مغارف طماطم معجونه كبار تحلوهم في شويه ماء. بالنسبه للمرقه نتاع الكسكسي هذيا مش كيما المرقه العاديه، لازمها تكون عاقده شويه مش جاريه، معناتها تثقلوها بالطماطم. دونك هوني عملت طلة على البسباس نتاعي هاكا تفور، قصيت عليه وتوا هوني باش نفوح ملح، فلفل اكحل، فلفل احمر، تبلو كرويه. اذا حطيت شويه فلفل احمر بدا خاطر حار على الاخر، و هريسه عربي. دونك بالنسبه للحكارات سي اوغو، كل واحد معناتها كيفاش يحب بالنسبه للفلفل وكل. الهريسه العربي زاده انا نتاعي حاره بالكدا، دونك ما حطيتش برشا ونخليهم يتقليو بالكدا. لازمها معناتها تتقلى ما تبش تجينا ونينه. هنا في الحكه خاطر انا كملتها الحكه نتاع الطماطم، دونك شللتها بالماء وحطيتها في المرقه. كما قلت لكم ما نحطوش برشا ماء، لازم نبدا خاطر. زدت عليها مغرفه ثوم مرحي، مغرفه كبيره ثوم، يحب الثوم الكسكسي هذا. وتوا باش نمرق بالماء سخون، نمرق بشويه بشويه، نمرق ونخلط نمرق ونخلط، خاطر معناتها الصوص لازمها تكون عاقده بالكدا، معناتها مش صوص نتاع مقرونه، اما زاده معناتها اعقد شويه من الصوص نتاع الكسكسي نتاع العاده. هنا كيما تشوفوا المرقه نتاعي قرت زيتها، زدتها شويه فلفل اكحل في الاخر باش يبننها. وتوا باش نتعدى للكسكسي نتاعي. دونك هذايا البسباس هاكا ريتو كيفاش ولا لونه فور بالكدا. دونك لهنا باش نهبطو ونخليه يرتاح، وباش نمشي نحضر الكسكسي نتاعي. دونك الكسكسي باش تفوروا الكسكسي نتاعكم التفويره الاولى كيما العاده. والا كان نتوما عندكم الكسكسي اللي ديجا مفور، كسكسي العلا بيان سور هذيك معناتها تفوروا شطر تفويره وتزيدوا عليه البسباس معناتها في شطر التفويره. لهنا انا باش نعمل، انا عندي كسكسي باكويت، دونك حطيت فيه شويه زيت معناتها باش نكسكسو هكاكا باش يدخل فيه الزيت بالكدا. ومن بعد انا كيفاش نعمل، نصب عليه ماء سخون سخون بالكدا. نحركو من الاول شويه هكا باش نبدا سيغ اللي الماء وصل للفوم تاع الشقاله نتاعي، ومن بعديكا نخلط الكسكسي نتاعي كيما العاده. دونك الكسكسي تفوروه كيما العاده. انا توا باش نعمل له التفويره الاولى، حكيت هكاكا 20 دقيقه نورمالمون يكون تفور. هذه كونتيتي نتاع حكايه 750 غرام، اقل من الكيلو، اقل من الكيلو كسكسي. دونك فوالا هنا بعد ما خليته هكا شويه يشرب هكا الماء هذاك، باش نمشي نفركو ونحطو يتفور.
هوني حطيت الكسكسي يتفور متاعي باش نعمل هكايا حلة في الوسط باش البخار يخرج والكسكسي معناتها الكل يتفور يبدا معناتها يونيفورميمون معناتها يتفور كل مع بعضه. هنا الكسكسي متاعي تفور التفويرة الأولى، دوك باش نخلطو توا مع البسباس اللي فورته قبيلة ونعملو التفويرة الثانية متاعو. اون فوا الكسكسي متاعي تفور التفويرة الثانية، توا باش نسقيه المرة الأولى باش نسقيه بالزيت، دوك ناخو أكلكوش الفوقانية هذيكا نسقي ونحرك حتى يدخل الكل في بعضه. بعد ما شربته بالكدا بالزيت هوني باش نكمل نصب هكا الصوص اللي بقاتلي، ديما بشويه بشويه تصبوا باش ما تغلبكمش معناتها، وهو راهو بالنسبه للكسكسي هذايا راهو معناتها كيما قلت لكم الصوص تبدا خاثره، دونك ما تخافوش منها وتبنن بالكدا معناتها قد ما يبدا شارب الصوص قد ما يجيكم بنين. اي فوالا نحرك هوني الصوص متاعي مع الكسكسي وهكا حطيته في الشقالة هذيك اللي باش نقدم بها وتزينوه باللي تحبوا، وإن شاء الله صحة وبالشفاء.